اهلا بيكم في فيديو جديد من المطبخ البيتي. وصفة النهاردة عجينة الطعمية. احلى عجينة طعمية ممكن تعمليها عندك من مطبخك في البيت. عجينة متماسكة جميلة جدا، هي عمالين نقلب فيها يمين وشمال من غير ما تفك معانا في الزيت، من غير ما نضيف عليها حتى بيض واحنا بنقليها. جميلة جدا، هنتبعها كده بخطوات سهلة وبسيطة ومن غير كبة ومن غير المفرمة. هنعملها في الخلاط، ايوه في الخلاط. تابعوا بس معايا الخطوات كويس جدا عشان نطلع احلى عجينة، من احلى كمان من بتاعة المطاعم، وحاجة كده نظيفة ولونها جميل كده زي ما احنا شايفين. هقول لكم طبعا المقادير اللي انا عملتها. معايا كده خضرة، عبارة عن نص حزمة كده من الكرات البلدي بتاعنا، نص مش الربطة كلها. معايا كده بصلة متوسطة الحجم، معايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونص كزبرة، نص حزمة من الكزبرة الخضراء. معايا هنا نص كيلو من الفول المدشوش بتاعنا، غسلته كذا مرة غسيل كويس جدا جدا، ونقعته شوية كده بتاع ساعة في المية زي ما احنا شايفين. وبعد كده صفيته من المية وحطيته كده في مصفى لغاية لما تصفى المية بتاعته على ما اقطع الخضار بتاعي. هبدأ كده اقطع طبعا الكزبرة بتقطيع كبير، يعني مش فرم ناعم ولا اي حاجة، اللي احنا هنحطها في الخلاط وهتنضرب معانا بشكل كويس جدا. طبعا العجينة ديت لما تحطيها عندك في الفريزر هتلاقيها في اي وقت احلى من كمان من انك تجيبيها من بره او من مطعم. لا، اعمليها نص كيلو في نص كيلو كده، هتستخدميها بسرعة جدا وهتبقى معاكي وتحت ايدك على طول. قطعت كده الخضرة بتاعتي وقطعت البصلة كده مكعبات كبيرة برضو. طبعا التوم المفروم اللي عندي ده طبعا، بما اني ما عنديش توم صحيح فحطيت توم مفروم عادي جدا او كله هينضرب في الخلاط. حطيت كده التوم بتاعي وهحط المكونات دي كلها على الفول. طبعا الفول اهو، وهديها كده تقليبة كده مع بعض عشان لما احطها في الخلاط تبقى كلها كده يعني شكل واحد. تمام كده، هقلبها كده برضو بالمعلقة عشان اضمن انه كل حاجة اختلطت مع بعض. بجد ريحتها وطعمها كان حلو جدا. تمام كده، هجيب بقى الشفشق الخلاط بتاعي واحط فيه نص كوباية من المية العادية جدا، هي نص كوباية مرة واحدة بس. وهحط عليها طبعا الفول بتاعنا، يعني مقدار ربع الشفشق بتاعك، يعني ما يبقاش نصه تماما، لا ربع بربع كده عشان ينضرب كويس جدا وينعم معانا. وطبعا واحنا بنفتح ونشغل الخلاط ما نفتحش على طول زي ما انتوا شايفين، بطريقة شو يعني نفتح ونقفل نفتح ونقفل علشان الجهاز بتاعنا ما يتحرقش معانا. نفتح ونقفل نفتح ونقفل على طول كده، وان شاء الله هيتخلط معاكي كويس جدا مع التقليب كده بمعلقه وانت طافيه طبعا الجهاز. وبعد كده هنشوف اهو الخليط بقى ناعم جدا ومحتاجناش اي مفرمه ولا اي حاجه، ونازله العجينه متماسكه. بس اهم حاجه ان احنا نصفي العجينه بتاعتنا دي في المصفى بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وننزل نص كوبايه اللي احنا حطيناها، لان طبعا العجينه ما ينفعش يبقى فيها ميه عشان واحنا بنقليها في الزيت ما تفكش معانا. اهي عجينة ناعمة جدا وحلوة قوي. نزلت منها نص كوباية المية اللي انا حطيتها في الاول زي ما احنا شايفين اهو، العجينة ناشفة من المية تماما. بعد كده هاخد نص كوباية المية اللي احنا نزلناها من العجينة دي وهحطها تاني في الخلاط، وهكذا، وهنفضل نضرب بالموضوع ده لغاية لما يخلص معانا المقدار بتاعنا كله. وهحط برضو ربع الكمية كده في الخلاط، حبة صغيرين بحبة صغيرين. وطبعا لو المية عندك قلت طبعا هنضيف معلقة بمعلقة، ما نضيفش مية كتير. اهم حاجة حتى لو ضفت المية لازم تصفيها في المصفى، بجد هتطلع معاكي عجينة متماسكة جدا بدل مصفياها من المية بتاعتها. زي ما احنا شايفين اهو العجينة ناعمة وما فيهاش اي حاجة خالص اهو. صفيتها من المية ونشفتها خالص من المية، وهكذا بقى لغاية لما تخلص العجينة كلها معايا.
بعد ما فرمتها بالشكل ده اهو، بصوا عامله ازاي جميله جدا ولونها حلو قوي. ما نكترش الخضره عشان ما تبقاش غامقه. نرش عليها بس ملح. دي الكميه اللي هنشيلها، هنرش عليها ملح بس، انما البهارات التانية هنشيلها. هنعملها او نحطها على المقدار اللي احنا هنقليه. طبعا هنا خطوة مهمة جدا جدا لهشاشة العجينة، وتبقى عجينة كده منفوشة معايا وتتخن كده معانا في الزيت، من غير ما نضيف عليها كربونات ولا اي حاجة ولا بيض ولا اي حاجة. الخطوة دي مهمة جدا، هي المضرب الكهربائي كده. هنفتح عليها ونفضل نضرب فيها لغاية لما نحس ان العجينة بتاعتنا بقت هشة ومرتفعة وحلوة قوي، اكنك بتضربي بيض كده للكريمة او حاجة يعني. الخطوة ديت بيعملوها طبعا في المطاعم، بس طبعا بالمكن بتاعهم الكبير ده بيفضلوا يطحنوا فيها يطحنوا فيها، يدخلوا فيها كمية كده من الهواء عشان تفتحي معانا لونها، ويدخلها كده هواء للعجينة، وبحيث انك لما تيجي تقليها في الزيت تنفش معاكي من غير اي اضافات. بصوا، ناعمة وهشة وباين عليها دخول الهواء فيها اهو بالشكل ده. طبعا غير ما هي تبقى في الشكل الاولاني كانت مكتومة وناشفة، انما لما دخلنا معاها الهواء بقت حلوة قوي وهشة ولذيذة جدا. هاخد بقى الكمية الصغيرة دي وهبدأ اقليهم في الزيت. حطيت كده شوية كمون وشوية ملح وشوية كزبرة ناشفة. هي دي بس بهارات العجينة بتاعتي. هنحط طبعا البهارات دي للكمية اللي احنا هنقليها بس في الزيت، مش هنشيلها بيها. وهنا معايا السمسم الابيض بتاعي اهو، وشوية مية. ده هبلي ايدي كده بشوية مية عشان العجينة بس ما تمسكش في ايدي، وهي عجينة اصلا مش بتمسك ولا اي حاجة. ونحط شوية كده من السمسم او الكزبرة الناشفة على حسب ما انتي بتحبي تحطي فيها ايه. وطاسة على النار فيها زيت كده سخن، هبدأ اقليها اهو. ببدأ اقلب فيها يمين وشمال، مفيش اي حاجة بتفك معايا، ولا بيض ولا اي حاجة خالص، ولا كربونات كمان. هي الطعمية كده نفشت معايا في الزيت بفعل طبعا الهواء اللي احنا دخلناه لها بالمضرب الكهربائي بتاعنا بالشكل ده اهو. اتمسكت معايا واستوت وبقت زي الفل. لونها ذهبي وجميل جدا. ما نحاولش ان احنا نغمقها عن كده عشان ما تبقاش ناشفة، ولونها يبقى غامق. لونها كده ذهبي جميل جدا. نبدأ كده نطلعها من الزيت ونصفيها. شكلها حلو قوي، احلى كتير كمان من بتاعة المطاعم، وجميلة جدا. كفاية ان هي هتلاقيها في اي وقت عندك في الفريزر. قلت الكمية اللي عندي طلعت بالشكل ده. تحفة، كان طعمها حلو قوي وريحتها جميلة جدا. هي ناشفة ومقرمشة وجميلة جدا. مش محتاجة اي حاجة، بطريقة سهلة وبسيطة. محتاجناش الكبة، وطبعا لو عندك الكبة او المفرمة هتعمليها في الكبة والمفرمة. بس يعني اللي ما عندوش هيحتاج الخلاط، هنعملها في الخلاط. ما فيهاش اي حاجة خالص، اهم حاجة نصفي منها المية. بصوا هشة ازاي ومنفوشة من جوه، مستوية وجميلة جدا، لونها تحفة. اعملي بقى سندوتشات، تعمليها كده تاكليها كده جميلة جدا. بصوا طرية وهشة حلوة قوي. جربوها يا جماعة، جميلة جدا فعلا. بطريقة سهلة وبسيطة، وما أخدناش أي وقت ولا مجهود. هو نص كيلو هتعملك كمية حلوة قوي من العجين. بصوا عاملة ازاي حلو قوي اهو بالشكل ده، مستوية تماما ومفيهاش أي حاجة خالص. ودي كانت الطريقة بتاعتنا بتاعت الطعمية، حاجة سهلة وبسيطة. شكلها اهو. العجينة طبعا الباقية ديت هنشيلها في اكياس ونحطها كده في الفريزر بتاعنا لأي وقت هتحتاجيها، للسحور، للفطار، في اي وصفة. هتطلعي كده الكيس بتاعك وتاخدي منها وتستعمليها بكل سهولة. مش هتحتاجي انك تنزلي بقى وتجيبيها او تبعتي حد يجيبها لك يعني. هنبططها كده في الأكياس ونطلع منها الهواء. أهم حاجة زي ما احنا متعودين في تخزين أي خضار أو أي حاجة بنطلع منه الهواء، ونقفل الكيس عليها كويس جدا. هتحطي طبعا الكمية على حسب اللي عندك أو على حسب عدد الأفراد، وتحتاجي أنهي كمية قد ايه. دي براحتك طبعا. تحطي بقى معلقتين كبار 3 زي ما تحبي.
بصوا العجينة جميلة جدا ومفيهاش اي صعوبة. هتعمليها كده يعني في نص ساعة تلاقيكي خلصتيها ومش محتاجة اي حاجة خالص. تمام كده، هنطلع الهواء من الكيس بتاعنا اهو ونقفلها ونحطها كده على بعض في الفريزر، مش هتاخد منك مساحة ولا اي حاجة خالص. بالشكل ده اهو. انا خلاص بقى الكمية بتاعتي خلصتها تمام اهو خلاص، وحطيتها كلها بالاكياس زي ما احنا شايفين. يعني ما نحاولش نعمل كمية اكبر من كده، عشان العجينة برضو لما تقعد في الفريزر وقت كبير مش بتبقى كويسة. هي يدوب نص كيلو من الفول هتبقى تمام جدا، وهتديكي كمية حلوة. وعدد الاكياس اللي احنا عملناها اهو 5 اكياس تقريبا. ودي كانت الطريقة. ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي اول باول. يا رب تكون الطريقة واضحة بالنسبة لكم، واشوفكم في وصفات جاية كتير ان شاء الله، ومع السلامة.